دلوقتي هنعمل طحينة عشان رمضان، كل سنة وانتم طيبين. انا هعمل لكم كمية صغيرة، على اساس اللي عايز يعمل كمية صغيرة ربع كيلو يعمل، اللي عايز يضاعف الكمية يضاعف زي ما هو عايز. فدلوقتي انا جايبة ربع كيلو سمسم ني. لازم يكون ني علشان هو احنا بنديله تحميصة خفيفة على النار. ربع كيلو سمسم ني، وده قيمة 3 معالق سوداني. ده بيظبط الطعم جدا 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 في الطحينة. في ناس بتعملها من غير سوداني، بس انا اما عملتها من غير سوداني لقيتها مش هو ده طعم الطحينة الاصلي اللي احنا بنشتريه من بره. فالمهم توصلت اني انا احط عليها شوية سوداني، لقيتها الطعم ظبط زي بتاعت بره بالظبط، واحلى كمان بقى، انضف نظافه. انت بتعمليها حاجه في البيت، السمسم نظيف، انت بتحمصيه على ايدك، بتطحنيه على ايدك، مش مخزن، مش طعمه وحش. كل الحاجات دي بتبقي ضامناها. جبنا هنا هو ده برضو قيمه 3 معالق يعني كده ممسوحين دقيق، ده علشان يظبط القوام بتاعها، وعلشان ما تبقاش فاصله منك الزيت لوحده والسمسم لوحده زي ما بيحصل. وهنا المج ده 250 مللي، مش هنملاه قوي، احنا هنحط 3/4 زيت، يكون زيت نظيف، زيت عباد، يكون زيت نظيف علشان ما يبوظش طعمها، علشان لما تحط في تلاجة طعمها ما يبقاش وحش معاك. لازم الزيت يكون زيت نظيف، ما تمليش المج قوي. احنا لما نعمل اللي احنا هنعمله دلوقتي ونيجي نشتغل هوريكم احنا عملنا وصلنا للقوام اللي هوريه لكم ده ازاي. اولا احنا هنحط الثلاث حاجات المكونات دول الجافه كلها على بعضها في طاسه كده على النار هاديه جدا جدا، ونقلبه بالمعلقه لقيمه مثلا ايه، قولي 5 دقايق، 5 دقايق كده يا 7 دقايق، لغايه يبقى واطيه جدا، ما يتحمصش وما يتغيرش لونه. مجرد الحاجات كلها تتقلب مع بعضها وتسخن، بتحسي ان السمسم ده ما بقاش الدقيق بقى باين فيه، تحسي ان الدقيق الزيوت اللي في السمسم دي يعني دارت الدقيق اللي انت كنت حاطاه كله. تبص قلبي كده كده كده، تحسي تلاقي ان السمسم كده اتشرب شويه الدقيق دول كده، وما بقاش دقيق باين خالص. والسوداني سخن برضو بسيط، وده سخن بسيط. بعدين هنسيبه يتهوى شويه، يعني يتهوى يبرد شويه، ونيجي في المطحنه. مهم بقى جدا الخطوه بتاعت المطحنه دي، مطحنه اللي هي التوابل اللي هي بتطحن جامد. تطحني فيها مش قطعت خضروات، لا، مطحنه بتاع التوابل، تكون نضيفه طبعا ومتنشفه كويس جدا. ونروح حاطين الكميه دي فيها حبه حبه، احنا ملخبطين كله على بعض. بعد ما تبرد شويه نحط فيها حبه حبه، ونطحن كويس جدا جدا جدا، لان الطحن كويس جدا جدا ده هو السر بتاع ان الطحينه ما تفصلش منك. لان لازم تطحني المكونات دي مع بعضها لحد ما تحسي ان المكون اللي انت حطاه بقى زي المبلول شويه. يعني زي المبلول ازاي؟ يعني الحاجه اللي انت حطاها طلعت الزيوت بتاعتها شويه. السمسم والسوداني من كتر التنعيم اللي انت عاملاه ابتدى يحسي ان كله ترطب مع بعضه، بقى زي عجينه كده جافه شويه، مش عجينه قوي يعني، بس عجينه يعني تحس انه اتبل كده، بتحس ان في بلل، تحس ان هو بقى حاجه كده فيها طراوه، فيها زي ما يكون حطيتي فيها سائل. دي الزيوت اللي انت حطيتيها من كتر الضرب والتنعيم ابتدى يعمل كده. وتفضي بقى فين؟ في الكبه بقى اللي انت هتحطي فيها، اللي احنا هنعمل هوريكم كبه بقى زي كبه عاديه، وتحطي تطحني وتحطي في الكبه، تطحني وتحطي في الكبه. وبعد كده تنزلي الزيت سرسوب سرسوب، يعني انت حطيتي كوبايه الا ربع، تنزلي حبه حبه وتضربي، حبه حبه وتضربي لحد ما تلاقي القوام اللي انت عايزاه. ما تكونش تقيله قوي لان ودلوقتي بقى طحنت السمسم مع السوداني مع 3 معالق دقيق بعد ما دفيناهم على النار، قلت لكم يبقى ايه ملمسهم دافي كده. بصوا شكلهم، بصوا بصوا، يعني بصوا تحس ان السمسم مع الدقيق مع السوداني اتطحنوا طحنه جيده، بحس يحس ان هم مبللين كده. لما تحس ان هم مبللين كده يبقى خلاص هم كده ايه، خرجوا الزيت اللي فيهم شويه كده. بقى لما تضربيها في الكبه بتاعتك مع كوبايه الا ربع زيت، تحطيها سرسوب سرسوب. هنشوف ازاي عملناها،
هتبص تلاقيها جميلة يعني متجانسة مع بعضها، ولما تحطيها في التلاجة ولا الزيت يفصل ولا أي حاجة تلاقيها لآخر وقت معاكي طحينة زي اللي بتجيبيها من بره وأحسن بكتير، لأنها دي أنضف وانت عاملاها في البيت. واعملها في المرحلة بتاعت الكب بقى علشان ما توجعش دماغكم بالكبة، وهرجع لكم تاني. ودلوقتي رجعت لكم واحنا عاملين احلى طحينه ضربتها في الهاند بلندر اهي، طحينه في منتهى الجمال. هنعبيها قدامكم كده بالراحه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وانا بضربها حطيت رشه ملح خفيفه جدا، وفضلت احط الزيت لحد ما حسيت القوام اللي انا عايزاه. خليها قوامها خفيف سنه لانها لما بتتحط في التلاجة بتتقل. ادي برطمان 340 جرام. يعني هتعمل كمان ايه نص برطمان تاني، بس ايه طبعا احنا ايه انا بصور ومش عارفه اكمل البرطمان التاني. يعني بربع كيلو ومعلقتين معلقتين سوداني و3 معالق دقيق عملت 340، وقول كمان هنا 60 جرام هيبقى فيه 400 جرام. عملت 400 جرام او 450 جرام طحينه بطريقه يعني سهله جدا وموفره جدا. يعني مش قادره اقول لكم، يعني هتلاقوها حاجه نظيفه في البيت وجميله وطريقتها سهله. يا رب تكون عجبتكم واتمنى تجربوها. وبصي قوامها خفيف ليه بقى شويه علشان لما تحطيها في التلاجة تجمد شويه تبقى حلوه. فدلوقتي يعني ده 340 جرام، وقولي دول 60 جرام اللي هي في الكبه هنا، واجيب المعلقه السيليكون واحطهم هنا هيبقى حوالي 400 جرام. عملت 400 جرام طحينه او نص كيلو الا شويه بايه بربع كيلو سمسم ومعلقتين دقيق ومعلقتين سوداني حلوين هيبقوا. لو عايزه تزودي الكميه انا طبعا عامله كميه صغيره علشان يعني اللي عايز يجرب في حاجه قليله، اللي عايز يزود يضاعف الكميه. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وما تنسونيش في اللايك والشير، واشكركم والى اللقاء.